يا مساء الفل والسعادة. في التسعينات في 1996 اتعرض مسلسل اسمه مسلسل الوتد. كان بطولة الفنانة الراحلة هدى سلطان والفنان الراحل يوسف شعبان وكوكبة من الفنانين الكتير قوي قوي، يعني تقريبا نص نجوم مصر كانوا بيشتغلوا في المسلسل ده. المسلسل بالمناسبة الوتد متاخد عن رواية الكاتب خيري شلبي. القصة باختصار بتحكي عن ست ريفية اسمها فاطمة ثعلبة. هي ست قوية مسيطرة، يعني متحكمة في ولادها الرجالة ومراتاتهم وبناتها. يعني كانت ست ليها كلمة مسموعة، وكانت ليها شخصية قوية، وكانت يعني عايزة طول الوقت تجمع ولادها وتخليهم يعني متحدين مع بعض. كانت هي دي الرسالة اللي كانت عايزة توصلها يعني، أو كانت هي دي رسالتها في الحياة يعني. تعبت فاطمة ثعلبة لأن دخلت الدنيا ورقدت، وكانت كذا مرة بتتعب يعني وبيفتكروا إنها هتموت، لكن ما شاء الله عليها كان بيبقى عندها إرادة، وكان بيبقى لسه الأجل ما حنش، وإيه وبتقوم وبتبقى كويسة وزي الفل. لكن المرة دي الرقدة طولت، والدكاترة كمان قالوا إن هي خلاص كده المسألة مسألة وقت. يعني الدكتور قال لهم كده صراحة كده، دي حسبة ساعتين، فالست خلاص يعني بتخلص يعني. وولادها حزنوا عليها. اكتر واحد حزن عليها هو ابنها الكبير اللي هو كان بيمثل الدور بتاعه الفنان يوسف شعبان، كان اسمه درويش. اكتر واحد حزن عليها كان درويش. درويش ده كان مرتبط بيها جدا ومتعلق بيها جدا وبيحبها، وشايف ان هي عمود البيت، وتد زي ما بيقولوا كده. الوتد يعني حاجه بتمسك كل البيت، كان ممسوك عليها هي. ومراته كانت في الوقت ده فادي عبد الغني، بتقول له يعني طب ارتاح شويه، نام علشان بس يعني تعرف تواصل. الغريبه ان هي ما ماتتش، لكن هما مراتات ولادها وبناتها لبسوا لبس اسود تمهيدا لان هي هتموت. يعني ايه؟ قال لك عشان خلاص بقى لما الست تموت يبقى احنا جاهزين بقى، عشان يبقى مراسم الدفن بقى والجنازه والحاجات دي كلها، يعني يبقوا جاهزين. يعني خلاص هم هيئوا نفسهم الست خلاص ميت، مع ان لسه ما ماتتش يعني. وجايبين بقى حفيدها الصغير، بيقول يعني لاخواله ولعمامه، بيقول لهم يا جماعه طب انتوا ليه اصلا يعني ليه بتسمعوا كلام الحكم؟ يعني طب يمكن الحكيم ده مش فاهم، ما نجيب حكيم تاني، ايه المشكله يعني؟ وهم ولا هم هنا، يعني هم ماشيين في طريقهم، خلاص هم هيئوا نفسهم ان الست ماتت خلاص. لكن المفاجاه ان فاطمه ثعلبه فاقت، وحصلت المعجزه، وكلهم ما بقوش مصدقين. جريوا عليها يسلموا عليها ويبوسوها ويحضنوها، ومبقوش مصدقين. يعني ده هم خلاص كانوا لابسين اسود علشان بيهيئوا نفسهم لان هي خلاص هتموت، انها ماتت خلاص، وانه هيطلعوا الجنازه بتاعتها. فاقت وسالت على درويش. دخلت فادي عبد الغني تصحي درويش علشان تفرحه، لان هو كان زعلان قوي يا حبيبي ان امه تعبانه وبتموت. فبتصحيه علشان تفرحه إن خلاص الحاجه فاطمه ثعلبه قامت. قوم يا درويش، قوم يا درويش، قوم. ما قامش درويش، مات. بس مات بجد. درويش مات بجد. فاطمه ثعلبه اللي هي كانت المفروض انها هتموت فعلا، وكل الدكاتره بيقولوا انها هتموت، عاشت، ودرويش مات حزن على امه. عبقريه المشهد ده، او عبقريه خيري شلبي، في ان الرساله اللي كان عايز يوصلها من المشهد ده رساله في منتهى الجبروت والعظمه. لا تستدعي الحزن الى حياتك حتى لو كانت اسبابه موجوده، ما تستدعوهوش. وكأن ربنا يعني بيقول لهم مش انتوا عايزين تحزنوا؟ مش انتوا لبستوا اسود على الست؟ طب الست لسه عايشه، بتلبسوا عليها اسود ليه؟ طب ما تدعوا لها، ادعوا لها ان ربنا ينجيها، اقروا لها قرآن، اعملوا اي حاجه، يعني اطلبوا من ربنا ان ربنا يشفيها. ليه في الاخر رحتوا للاحتمال الأسوأ ان هي خلاص ماتت؟ مش انتوا عايزين تحزنوا؟ هتحزنوا. في الحقيقه ان احنا كلنا مرينا باللحظات دي، وفي ناس كتير بتمر باللحظات دي، ان فعلا بيبقى ليها حد عزيز عليها بيبقى تعبان ومريض ومتألم، وكل الدكاترة بيقولوا لهم لا خلاص الموضوع خلصان وهي مسألة وقت. فبيبقوا هم يعني اهلهم حزانة، والناس اللي عيانة حزينة برضو، حتى لو كل الاسباب بتقول ان الشخص ده رايح. بس في حاجة اسمها رحمة ربنا. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان الدعاء والقدر يعتلجان إلى يوم القيامة. يعتلجان يعني بيتسابقوا، يعني الدعاء من الأرض للسماء، والقدر نازل من السماء للأرض، الاتنين بيتسابقوا. الدعاء ممكن يرد القدر، قدر ربنا بيبقى نازل، الدعاء ممكن يرده. فلما يكون مفيش
لسه حاجه وحشه حصلت، ادعي ربنا من قلبك فعلا بيقين ان ربنا يشفي الشخص العزيز عليك ده، ان ربنا يشفيه حتى لو كانت حالته خطيره، حتى لو الدكاتره قالوا لك خلاص مساله وقت. ادعي ربنا بكل قلبك ان ربنا فعلا ينجيه ويشفيه. انت امتحانك لو عندك شخص عزيز عليك تعبان، امتحانك انك تدعو ربنا بيقين ان ربنا يشفيه، وتكون فعلا من جواك متيقن في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا هيكتب الخير للبني ادم ده، بس يبقى عندك لاخر لحظه يقين في ربنا، عشان ربنا حاجه من الاتنين، يا يشفي الانسان ده يا ينزل عليك الصبر والسكينه لو لا قدر الله راح. يا رب كلكم ربنا يديم عليكم الصحه والنعمة، وما تشوفوش حاجة وحشة لا في نفسكم ولا في أحبابكم، وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. باي باي.